ازيكم؟ معاكم الشيف بطوطة. النهاردة هنعمل بريوش بالزبيب والسكر، تحفة، سهل جدا وسريع. ان شاء الله تجربوه وان شاء الله يعجبكم، وما تنسوش لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس علشان لسه في وصفات كتيرة مع الشيف بطوطة. بصوا البريوش بتاعنا هش ازاي، خطير. اول حاجة معانا بيضتين، وعندنا 150 ملي لبن ساقع، وفانيليا سايلة. بنضربهم كويس مع بعض لحد ما البيض يختفي تماما. عندنا معلقة كبيرة خميرة، عندنا ربع كوباية سكر، بنقلب كويس، وعندنا 400 جرام دقيق خاص بالمخبوزات. عندنا نص معلقة صغيرة صودا الخبز، وعندنا باكت فانيليا، ونص معلقة ملح. بعد ما بنعجن العجينة مع بعض بنبتدي نحط الزبدة في الآخر واحدة واحدة لحد ما نحصل على عجينة متماسكة. دلوقتي بقى عندنا زبيب أحمر وأصفر، بنحاول نقطعهم شوية علشان يندمجوا في العجينة كويس. دلوقتي العجينة بتاعتنا بقت جاهزة، عجينة ناعمة وجميلة. هنحط دهنة بسيطة زيت بالشكل ده، وهنغطي العجينة ونسيبها تخمر لمدة نص ساعة، من نص ساعة لساعة على حسب درجة حرارة الجو. بنرجع نطبقها على بعض كده ونسيبها نص ساعة، ونغطيها ونسيبها نص ساعة كمان. دلوقتي بقى بعد ما سيبناها هنقسمها لكور، حجم الكورة 60 جرام، هنغطيها ونسيبها تلت ساعة علشان تبقى سهلة في التشكيل. هنبتدي بقى نشكلها، بنعملها رول كده، ونسيبها تريح علشان تتفرد معانا سهل. بنبتدي بقى نلفها زي ما احنا شايفين كده، بقت معانا جاهزة. بعد ما خلصنا الكمية كلها بنحطها في زيت، في صاج مدهون بالزبدة، وبنسيبها لحد ما تخمر ويتضاعف حجمها. عندنا بقى لبن حليب عادي، بنروبه بملح ليمون او بليمون، وبعدين بندهن بيه ونرش عليه سكر خشن. ندخله في فرن سخن على درجة حرارة 180، الرف الفوق صينية مية على سقط الفرن من تحت. بصوا بقى شكله ما شاء الله عامل ازاي. ان شاء الله تجربوه، ان شاء الله تعجبكم، ونتقابل في وصفة جديدة مع الشيف بطوطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.